ليه لما تشتري زيت لازم تعرفي نوعه؟ علشان ما ينفعش نحط الزيت فرامل في موتور العربية. خليني النهاردة اقول لكم الفرق بين الزيوت الأساسية والزيوت المعصورة على البارد، وامتى تختاري واحد منهم عن التاني. اول حاجة التكوين والاستخلاص. الزيوت الأساسية بنستخرجها غالبا من التقطير وبيكون التركيز فيها عالي. اما بقى الزيوت المعصورة على البارد بنستخرجها عن طريق الضغط المباشر، وده بيسمى العصر على البارد لانه بيكون بدرجة حرارة معينة، وده طبعا بيحافظ على الفيتامينز والمينرالز والاحماض الدهنية اللي موجودة في الزيت ده. تاني حاجة الهدف من الاستخدام. الزيوت الأساسية بنستخدمها غالبا للعلاج العطري وتخفيف التوتر وتحسين المزاج، وده طبعا اسمه الأروما ثيرابي. أما بقى الزيوت المعصورة على البارد بنستخدمها دائما في العناية للبشرة والشعر، وكمان ممكن تستخدميه في الأكل على حسب نوع، زي زيت الزيتون وجوز الهند وحبة البركة والكتان. ثالث حاجة طريقة الاستخدام. الزيوت الأساسية عشان نستخدمها على البشرة أو للشعر لازم نستخدمها بزيت ناقل، لأنها بتكون مركزة جدا، ما ينفعش تتحط على البشرة مباشرة. أما الزيوت المعصورة على البارد ينفع نستخدمها على البشرة مباشرة أو حتى كمان ناكلها. رابع حاجة الريحة. الزيوت الأساسية عادة بتكون ريحتها قوية جدا، ولو حطيتها في الديفيوزر اللي هي الفواحة هتفوح المكان كأنك قاعد في جنينة. أما الزيوت المعصورة على البارد ما بيكونش ليها ريحة قوية أو عامة ريحة عطرية، زي زيت الزيتون، زيت جوز الهند، زيت حبة البركة. خامس حاجة التأثيرات. الزيوت الأساسية تأثيرها قوي جدا وسريع قوي في الاستخدامات العلاجية. أما بقى الزيوت المعصورة على البارد تأثيرها مغذي ومرطب للبشرة والشعر. وبكده نكون جاوبناكم على السؤال ايه الفرق ما بين الزيوت الأساسية الاسينشال اويلز والزيوت المعصورة على البارد اللي هي الكارير اويلز. اللي بعده